بيتكلموا باقوال بالنص. لما زار اسماعيل هنيه مكتب الارشاد في المقطم اخيرا، قال له ايه بديع بالنص كده: كنت اتمنى ان تكون رئيس وزراء مصر. بديع قال لاسماعيل هنيه وهو بيقابله: كنت اتمنى ان تكون رئيس وزراء مصر. ما اكتفاش بكده، بل اردف تصريحه بكارثه اخرى. قال له ايه؟ لازال الكلام لبديع. لمين؟ لهنيه: اوعدك بمنح اعضاء حركه حماس الجنسيه المصريه ليكون لهم نفوذا واولويه في التوطين في سيناء. وعد بلفور، ها؟ اعطى من لا يملك لمن لا يستحق. دي تصريحات في الاعلام موثقه. رد هنيه عليه بقى الكلام اللي قاله الدكتور سمير مرسي: هذا الكرم الاخواني. حماس هي الحركه الجهاديه للاخوان في التنظيم العالمي، والجناح العسكري للجماعه على مستوى العالم زي ما تفضل الدكتور سمير. لا ننسى ان في حرب 2008-2009 مهدي عاكف قال ايه؟ انا مستعد ابعت 10,000 مقاتل عشان يساعدوا حماس في حرب 2008-2009. هم منا ونحن منهم. ال 10,000 مقاتل دول اتدربوا فين؟ واتسلحوا ازاي؟ واتمولوا منين؟ وكانوا فين؟ تحت الارض. شفنا لهم مظاهره واحده استعباد قوه بس في جامعه الازهر، فاكراه؟ 2009. اللي اتقال عليها ادي الكلام بتاع ادي الكلام اللي هو على المكشوف. لما تيجي تكلميني عن حماس، اولا ما ننساش، والدكتور سمير عارف الكلام ده، ان حماس اللي انشأتها اسرائيل، صح ولا لا يا دكتور؟ باعتراف اسحاق رابين للرئيس السادات. دي نمره واحد. الذي انشأ حماس هي اسرائيل باعتراف اسحاق رابين. وبعد جت الاخوان ركبتها زي ما ركبت مين؟ الثوره بتاعت يناير. انشأوها بغرض ايه؟ بغرض محاربه فتح منظمه التحرير والصدام يعني بفتح تماما كما حدث مع القاعده وبن لادن وتدريبهم. هي دي اللعبه. حصل ايه؟ خلال الديمقراطيه والاسلام والدين والى اخره دخلوا الانتخابات. تمام. من خلال الايه؟ الديمقراطيه. الانتخابات كان الدكتور سمير في 2007 مش كده؟ 2006 الانقلاب العسكري في 2007 الانقلاب. من 2006 ل 2007 بدأت الصراعات ما بين رئاسة المنظمة أبو مازن وما بينهم وما بين حماس، وانتهت بالانقلاب اللي حصل في 2007 وخدوهم من فوق أعلى العمارات الدور 15 وألقوا بيهم من أعلى البنايات قائلين والله إنها أشبه بفتح مكة. هو سيدنا رسول الله في فتح مكة قتل حد ولا قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء؟ بس عشان نعرف النظرية ليه بيقتلوهم. نظرية التكفير. كل من عدا الإخوان المسلمين أو من يمثل الإخوان المسلمين زي حماس وغيره هو كافر في نظرهم. كافر يبقى حلال الدم والمال والعرض. طيب عشان كده يا ستي ارجع تاني بفتح مكه. معلش ارجع تاني للسؤال الاول، وحضرتك طبعا كنت كلميني عن الجيش لمركز الدراسات الاستراتيجيه للقوات المسلحه. مؤكد انه القوات المسلحه عندها جهاز استخباراتي يعني بيرصد كل هذه الامور.